الجلاش من الحاجات الأساسية في حلويات رمضان، وصفاته كتيرة وما بتخلصش. هنعمله النهاردة على الطريقة التركية. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي. أول حاجة هنعمل الشربات بتاعنا، عبارة عن كوبايتين من السكر عليه كوباية من المية، وهنحطه على النار. وأول ما يغلي معايا هحط له عصرة من الليمون أو شريحتين من الليمون، واحسب له 7 دقايق بالظبط، واطفي عليه واحط له معلقة كبيرة من ماء الزهر. ماء الزهر مختلفة عن ماء الورد ومختلف عن الفانيليا، هي دي نكهة مختلفة في البقلاوة التركية اللي في المحلات. عندي بقى اي نوع من المكسرات هجرشه على الخشن كده، مش عايزاه ناعم قوي ولا خشن قوي. ومعلقتين كبار من السمنة البلدي طبعا يفضل، هحطها على النار تسيح معايا عشان ادهن بيها الجلاش. هفتح بقى الجلاش بتاعي كده، هو كان مستطيل فاستخدمت له صينيه مستطيله. لو هتستخدمي صينيه مدوره حطي الصينيه عليه وقصيه على قدها. عديت الرقات بتاعه لقيتهم 20 راق، فاخد 10 تحت و10 فوق. هدهن بقى الصينيه بتاعي كده بالسمنه، هعمل طبقه من تحت علشان الجلاش بتاعي يبقى يطلع بسهوله ويبقى مقرمش ومحرفش كده. وهدهن بقى واحط بقى الرقات بتاع الجلاش بتاعي، راق وادهنه سمنه وراق وادهنه سمنه، واكمل بقيه الكميه كلها بنفس الوضع ده، ما بين كل راق وراق سمنه. ده اللي بيخليها مورقه ومقرمشه وبتتحمر معاكي كويس جدا من بره ومن جوه. خلصت النص الكميه بتاعي وجبت المكسرات بقى وفردتها كده كلها، واستخدمت بقيه الكميه بنفس الطريقه، احط راق وادهنه، وما بين كل راق وراق ندهنه. هخلص الكمية كلها بتاعتي وهجيب بقى السكينة احميها كده كويس، واقطع الطبقات الزيادة اللي على الطروف دي. هاخدها داير داير كده وهقطعها بالشكل ده كده. احاول اسوي الطروف واظبطها وبسكينة تكون حامية بقى، اقطع الجلاش بالشكل اللي انا عايزاه. واجيب بقية السمنة وادهنها على بقية الجلاش، واحطها بقى على الطروف اللي احنا قطعناها علشان كان مش عليها سمنة. اخلص الكميه كلها بتاعتي واكون مجهزه الفرن على درجه حراره 180 فوق وفوق وتحت مع بعض. اول ما تتحمر من فوق هتطفي عليها وتسيبيها تحت لحد ما تتحمر من تحت. هتاخد حوالي نص ساعه، وتخليكي واقفه قدامها وخلي بالك عشان الشوايه ما تلهفهاش. البواقي بقى بتاع الجلاش شيليه بقى وعينيه في التلاجة، هنعمل بيهم معلي في رمضان. وهي سخنة كده هحط عليها الشربات وهو سخن. لو الشربات كان برد سخنيه تاني، الاتنين يبقوا سخنين. اخدت لون زيادة مني في الشواية، عشان كده بقول خليكي واقفة قدامها. بس عادي تقدري تشيليه طبقات مورقة ومتحمرة كلها، هتشيليه بسهولة، مش هيبان معاكي. الشربات لو بتحبي الحاجة مسكرة قوي حط كمية الشربات كلها، لو بتحبي السكر يعني خفيف كده مظبوط ما تحطهاش كلها. شايفين متحمرة من تحتها ازاي؟ اشيل بقى الطبقات اللي اتحمرت دي بقى. لما لقيتهم بيقولوا لي انت حرقت لنا الجلاش، قلت لهم لا ما اتحرقش، ده اتحرق ايه ازاي ومش ازاي. وشلت طبقة المحمرة اللي على الوش. طلعتها بقى في الاطباق كده، تقدري تقدميها زي ما هي كده او تقدري تعملي زي ما انا عملت. فتحتها وقلبتها من جوه وحطيت جواها قشطة. تقدري تحطي كريم شانتيه او تقدري تحطي ايس كريم، هتبقى جميلة قوي قوي برضو. الموجود عندك ما من غير حاجة خالص بتبقى خفيفة برضو ولذيذة. انا بحبها من غير قشطة ومن غير اي حاجة. جميلة جدا ومورقة ومقرمشة وطعمها حلوة. وماء الزهر في الشربات بيديها نكهة مختلفة عن الجلاش بتاعنا. احنا بنحط فانيليا او عصرة ليمون، ممكن بنحط مية ورد، بس مية الزهر مختلفة عنهم كلهم. وانا اول مرة احط فيه مية زهر. جربوه بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم، واستنوا وصفات كتيرة وحاجات كتيرة بالجلاش في رمضان ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين.